هلو على سوزان، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. النهارده ميعادنا مع الفيديو اللي اتطلب كتير قوي مني، الا وهو الساعه الاوغاتسايتن. ازاي نقول الساعه او في دويتش، سواء فورمال او انفورمال، سواء رسمي او غير رسمي. مع ان الساعه يعني مش معانا لان انا بشرح جراماتيك بس، ولكن هي فعلا اتطلبت مني كتير قوي بسبب ان انا كنت شارحها اما كنت بشرح كتاب نتسفاك نوي، فللاسف في طلبه كتير قوي ما لحقتش ان هي تشوفها وكانت بتلخبط فيها. فطبعا مش مشكله، انا عيوني لطلاب غير احمد كامل. فيلا بينا نتعلم مع بعض الساعه سوا. مبدئيا يا صديقي، اول حاجه لازم تعرفها في الساعه ان هي بتتقال بطريقه فورمال الا وهي الرسميه، وطريقه انفورمال الا وهي الغير رسميه. ولكن عشان نتعلم الساعه لازم اول حاجه نعرفها مع بعض وهي العقارب بتاعت الساعه. فعندك اولا اصلا يا صديقي ساعه يعني شتوند، دي شتوند اداتها دي وجمعها بيبقى شتوندن. تمام. العقرب بتاع الساعات اسمه شتوندن سايجا، سايج يعني يعرض، فشتوندن سايجا اللي هو بيعرض ساعات فهي اللي هو عقرب الساعات. وعندك العقرب اللي هو بتاع الدقايق اسمه مينوتن سايجا، وعندك عقرب الثواني اسمه زيكوندن سايجا. طيب هو انا اصلا بسأل على الساعه بايه؟ تبتدي ان انت لو عايز تسال الساعه كام بتقول في شبيت اس اس يتس، شبيت عشان فيه املاوت، وخد بالك من الاملاوت، شبيت في شبيت اس اس يتس، الساعه كام دلوقتي. او تقدر تقول في viel Uhr اس اس يتس، ويتس بدايه نون، بدايه دلوقتي، الساعه كام دلوقتي، وبتجاوب باس اس وطبعا بتقول الساعه. ولكن يا صديقي خلينا سوا نتعلم اول حاجه الا وهي ان انت ازاي تقول الساعه فورمال. فليكن عندنا مثلا الساعه 8:20 دقيقه. هنا عشان تقول الساعه فورمال الا وهي رسميه بتبتدي ان انت اول حاجه تقول الساعات بعد كده الدقايق. طب هي الساعه كام؟ 8 يعني 8، والله 8 يعني اخت. واخت اما بتيجي تقراها الدوبل بونكت اللي موجوده في النص دي بتنطق مكانها اوه، فهي اخت اوه. وبعد كده بتقول الرقم الموجود الا وهو الدقايق من غير ما تقول اي حاجه، ولا عندك فوا ولا ناخ ولا فياتل ولا اي حاجه من الحاجات دي. بتقول اخت اوه 20، يعني مجرد ان انت بتقرا الرقم يا صديقي. يعني ايه؟ والله خلينا ناخد مثال تاني. مثلا اهو الساعه 9:30. اول حاجه هتبتدي بايه؟ بالساعات، يبقى 9 يعني ايه؟ 9 ومكان الدبل بونك بتنطق اوه، يبقى 9 اوه. ها الدقايق 30، ما بتقولش اي حاجه تاني، 9 اوه 30. طيب هنا مثلا يبقى 12 اوه 45. والله 7:10، ما بتقولش اي حاجه خالص. طيب نظام ال 24 ساعه عشان طبعا المانيا نظام 24 ساعه، يبقى 22:35. مع كل ساعه انا هقولها، هوقف الفيديو قولها انت الاول بعد كده اسمعها مني تاني وشوف انت قلتها صح ولا لا. طيب يلا ها يبقى 17:55. طيب اللي بعده يبقى 23:25. 23:25 يبقى مكان الدبل بونك بتقول اوه. سهله ما فيهاش اي حاجه، مجرد بتقول الساعات الدبل بونك دي اوه، بعد كده بتقول الدقايق، ما فيهاش اي حاجه وبسيطه وسهله خالص. طيب دي نول اوه اللي هي ساعه الصفر، ممكن تقول برضو 12 اوه. المهم ان انت ما بتقولش اي حاجه غير ان الدبل بونك دي بتقول مكانها اوه، وبتقرا الرقم كانك بتقرا ارقام عادي خالص. طيب وطبعا مع كل حاجه من دول تقول اس اس. ليه؟ لان حد يسالك الساعه كام تقول له اس اس. والله اس اس 7:10 اس اس 22:35 وهكذا. طيب ده بالنسبه للفورمال. طيب الانفورمال بقى، قال لك ان الانفورمال اللي هو الغير رسمي عندك 4 كلمات لازم تكون عارفهم جدا جدا جدا. اول حاجه هلب، هلب يعني نص، يعني عايز تقول 8:30 تقول هلب وتقول الساعه اللي بعديها. بعد كده عندك فياتل، فياتل اللي هي ربع. طيب عندك فوا دي معناها قبل، وعندك ناخ اللي هي بعد، يبقى فوا وناخ.
فوا وناخ. طيب خلينا ناخد شوية أمثلة مع بعض. والله مثلا الساعة عندك 7:30. طيب حالة زي دي نعملها ازاي؟ قال لك ان انت في الانفورمال اللي هو الغير رسمي بيبقى الدنيا سهلة خالص، بتستخدم هلب وفياتل وفوا وناخ. يعني ايه؟ يعني والله مثلا انت عندك دلوقتي الساعة 7:30، معنى كده ان بالنسبة للألمان الساعة نص 8. ليه؟ لأن هلب لازم بيجي الساعة اللي بعديها، لأن هلب يعني نص. مش انت دي 7:30؟ يعني ايه نص؟ والله يا هير نص يعني هلب. يبقى تقول هلب ايه الساعة اللي بعد 7؟ 8. يبقى هلب أخت. والله است هلب أخت، بس مفيش أي حاجة تاني. 7:30 يبقى هلب أخت اللي هي نص 8. يبقى 7:30 اللي هي نص 8. طيب مش مشكلة، نقول مثال تاني. ها، لا والله يا هير أنا فهمت دي كده 10:30 يبقى نص 11. يعني إيه نص؟ والله نص يعني هلب. والساعة اللي بعد 10 11 يبقى هلب 1000. اسست هلب 1000. سهلة وما فيهاش أي حاجة. طيب يلا نختبرك أنت. ها، دي إيه؟ ها، هلب 9. شاطر. طب تعالى بقى، دي إيه؟ عتلت. لو قلت لي هل تغاتسفانسش بلاش. ليه؟ لأن إحنا بنشتغل انفورمال، فقوم ساعتها بقى مرجع يا صديقي ال 12 ساعة، النظام ال 12. يعني ايه؟ يعني والله نقص من ال 22 12 هيبقى لك 10. يبقى دي معناها ان الساعة 10:30 يبقى نص ال 11 يبقى هلب 1000. لا مثال كمان يا هير من عينيا يا صديقي. عندك الساعة اهو، يبقى 18 دي اللي هي كام؟ 6. مظبوط. يبقى هلب 7 نص الساعة اللي بعديها. طيب مثلا دي هتبقى كام؟ هلب أخت. مظبوط. sehr gut. انت كده بتغفلني يا هير. انا النص كنت تمام، او كنت بقول هلب واقول الساعة اللي بعديها. امال ايه دي الربع. اقول لك دي اللي هي فياتل. فياتل انت بالعربي كده يا صديقي بتقول الساعة كام؟ والله 8:15. شفت دي اللي هي قبل ولا بعد؟ بعد. شاطر. اللي هي ناخ. يبقى والله الساعة ربع بعد 8. 8:15. يعني ايه ربع؟ والله هي الربع يعني فياتل. ويعني ايه بعد ناخ. مظبوط. يبقى فياتل ناخ. ودي كام؟ اخ. ايه ده يا هير؟ هو انا مش هقول الساعه اللي بعديها؟ اقول لك لا. ليه؟ لان انت حتى بالعربي بيقول 8:15. طب امتى يا هير اقول الساعه اللي بعديها؟ اقول لك بص دي كده. لا ده انت حتى بالعربي بتنطق الساعه دي كام؟ 9:15. مظبوط. 9:15. ربع يعني ايه؟ والله ربع يعني فياتل. طب يعني ايه الا؟ اللي هي قبل. مظبوط. اللي هي فوق. يبقى انت بتقول بالعربي ايه؟ 9:15. شفت قلت كام؟ 9. يبقى هنا 9. ليه؟ والله الساعة 9:15. لكن دي وربع دي إلا ربع. لا مثال تاني يا هير يا حبيبي من عينيا. طيب يلا. لا دي سهلة يا هير، دي 8:15. يبقى فياتل فور أخت. مظبوط. طيب هنا دي 6:15. يبقى فياتل ناخ 6. sehr gut. طيب هنا لا مش هتضحك عليا يا هير، عارفك وهجيبك. يبقى هنا 1:15 اللي هي فياتل فور عين ولا عينس؟ عينس. مظبوط. مفيش عين دي في الارقام. يبقى فياتل فور عينس. sehr gut. طيب هنا يا هير انت بتضحك عليا. لا اصبر احولها الاول. 18 دي اللي هي 6. يبقى 6:15. يبقى فياتل nach 6. sehr gut. طيب هنا دي الساعة كام بقى؟ والله 22 دي اللي هي 10. يبقى 11:15. يبقى فياتل فور 1000. مظبوط. sehr gut. يبقى احنا كده خلصنا الفياتل والهلب. والله يا ايه احنا تمام فيهم قوي. طيب تعالى بقى خد دي اهو. اوبا. لا يا هير احنا في الهلب تمام، نقول هلب والساعه اللي بعديها، وفي الفياتل تمام نشوف الا ولا بعد، اللي هي فياتل فوا ولا فياتل ناخ. امال ايه السفانسج دي؟ هل ليها كلمه؟ اقول لك ليها كلمه، ولكن في الساعه بنقول سفانسج عادي خالص، مش بنقول تلت.
تلت مصطلح موجود ولكن مش بنستخدمه في الساعه، بنستخدم تسفنسش عادي. يبقى ايه؟ والله انا هرجع زي فياتل بالظبط. يبقى يا تسفنسش ناخ اخت يا تسفنسش فور اخت. طب اختبر نفسك كده. تسفنسش فور اخت دي اللي هي ايه؟ يبقى sehr gut. يبقى 20 فور اخت اللي هي كده. والله الساعة 8 إلا تلت. 20 فور اخت. sehr gut. طيب مثال تاني يا هير من عينيا يا حبيب. يلا بينا. ها دي سهلة يا هير. والله ده 12 وتلت يبقى 20 nach 12. sehr gut. طيب يلا ليفل الوحش. ها لا ثواني بقى. دي كده الساعة كام؟ والله هي دي كده الساعة 47 دقيقة، يعني 8 إلا تلت يبقى 20 فور اخت. sehr gut. دي هي دي نفس المعنى بالظبط، نفس الحاجة. الفرق ان ده نظام 24 وده نظام 12. sehr gut. طيب مثال كمان من عينيا يا صديقي. ها والله يا سهلة. دي ايه؟ دي والله 10 وتلت يبقى 20 nach 10. sehr gut. كده الدنيا تمام خالص. طيب يلا بقى معايا يا صديقي لليفل الوحش. ليفل الوحش في الساعة. خد دي بقى مني. ها لا ثواني بقى يا هير، عشان انت كده دخلت لي الهلب في النخ في الفوق في كل حاجة. اقول لك ولا اي حاجة. هو انت بالعربي بتقولها ايه؟ بتقول 8 ونص و5. ده انت زي ما بتقولها بالعربي بتكتبها بالالماني. ولكن خليني اعلمك طريقة ذكية قوي تعملها، الا وهي ايه؟ هو انت دلوقتي عندك اللي هي 8 ونص دي اللي هي ايه؟ والله انا دلوقتي هشيل الخمسة دي، هعتبر ان هي كده. ده معناه ان هي ايه؟ والله هلب والساعة اللي بعديها يبقى هلب ونوين. بقى معاك ايه؟ بقى معايا والله 5. الخمسة دي قبل ولا بعد؟ الخمسة دي بعد. يبقى خلاص يبقى 5 وناخ. خلصت. يبقى 5 ناخ هلب نوين. خلصت ومفيش اي حاجة. سهلة قوي. تاني هير مثال تاني من عينيا يا حبيبي. يلا بينا. والله نقول هي جت لوحديها. اوبا دي بقت 18. لا بصوا بقى، عشان دي ليها حبة خطوات حلوين، نفس الخطوات اللي احنا بنعملها. والله اول حاجة انا هحولها نظام ال 12. ال 18 دي اللي هي كام؟ اللي هي 6. خلاص انا حطيت 6 وانا دلوقتي عندي 6 ونص. شيل الخمسة دلوقتي. 6 ونص اللي هي ايه؟ والله اللي هي هلب 7. طيب حلو قوي الكلام. الخمسة دي قبل ولا بعد؟ لا والله الخمسة دي بعد. يبقى 5 ناخ والجملة خلصت. يبقى 5 ناخ هلب 7. والله سهلة ومفيش اسهل منها. تاني اللي بيشتكوا منها الناس كلها مفيش اسهل منها الساعة دي. مثال تاني من عينيا يا حبيبي. يلا بينا مثال كمان. هقول لك مثلا ايه؟ حلو. والله الهير قال لي واحدة هتعرف تجيب. انا عندي 16 دي اللي هي كام؟ 4. يبقى 4 ونص دي اللي هي كام؟ والله 4 ونص يعني هلب 5. حلو. الخمسة دي قبل ولا بعد؟ والله الخمسة دي بعد. يبقى خلاص 5 ناخ اللي هي ايه؟ اللي هي 4 ونص و5. 4 ونص اللي هي نص الخمسة. يبقى 5 بعد نص الخمسة. يعني ايه 5 بعد نص الخمسة؟ يعني 4 ونص و5. سهلة ما فيهاش أي حاجة. طيب مثال كمان من عينيا. يلا بينا ليفل الوحش. اهو زي ما اتفقنا. ال 22 دي اللي هي كام؟ والله هير اللي هي ال 10. وبقى ايه ده يا هير؟ انت على طول كان بتقول لي ان هي بعد، خليتها لي قبل. اقول لك ما هي عادي ما فيش اي حاجه. والله زود الخمسه دي اعتبرها ونص. يبقى 10 ونص دي اللي هي كام؟ اللي هي نص ال 11. يبقى هلب و1000 عادي خالص. طيب الخمسه دي قبل ولا باع؟ لا والله الخمسه دي قبل. يبقى خلاص بسيطه خالص. 5 بس بقى مش ناخ، هتبقى فوا. يبقى 5 هلب 1000 اللي هي 10 ونص إلا 5. إلا دي اللي هي فوق. والله الدنيا سهلة وبسيطة خالص. مثال كمان من عيني. يلا بينا. خليها يا عم اهو. والله سهلة أوي يا هي. أنا عندي دلوقتي أعتبرها إن هي 9 ونص. يبقى نص 10. يبقى هلب 10. طيب الخمسة دي قبل ولا بعد؟ لا دي إلا 5. دي 9 ونص إلا 5. إلا 5 يعني 5 فور. يبقى 5 هلب 10.
كده الساعة بص انت تعرف تجيبها في شوية، عرفت تقول كل حاجة، والله الدنيا سهلة خالص. والساعة دي اللي يقول لك صعبة ما بيفهمش حاجة، الدنيا ما فيش اسهل منها، ما فاضلكش بس غير الدقايق، وانت الدقايق دي ما بتعملش فيها حاجة، الدقايق دي سهلة قوي، سهلة قوي وما فيش اسهل منها اصلا. لما اقول لك مثلا ان الساعة والله 8 ودقيقتين عادي خالص قوي، يبقى والله تسفاينخ اخت، ما فيش اي حاجة، ما مش انت كده كده دايما في الانفورمال بتبدأ بالدقايق، يبقى تسفاينخ اخت. طب لو هتقولها فورميل عادي برضو اخت واتسفاي، ما فيهاش اي حاجه غير ان انت ممكن تقول شويه حاجات كده في الانفورميل، الا وهي ايه؟ والله ist fast 8، يعني الساعه تقريبا كده 8. والله ist مثلا ungefähr 8. والله مثلا ايه dagegen 8 Uhr، دي حوالي كده الساعة 8. والله ده circa 8 Uhr، ده الساعة 8. والله مثلا ايه ممكن لو خليتها كده، والله ده kurz vor 9، ده قريبة قوي من التسعة، يعني حوالي 9. فالدنيا بتبقى سهلة خالص مفيش أي حاجة. طب لو أنت بتقرأها فورميل لا عادي خالص 8:59 sehr gut. فيبقى هنا يا صديقي بص بقى على الرسمة دي، الرسمة دي هتسهل لك كل حاجة، سيبك من إن أنا إيه واديت لك الدنيا كلها مرة واحدة، ولكن عشان أعرفك كل حاجة بتيجي منين، بعد كده هتلاقي ملخصها لك كلها في صورة. الدنيا سهلة خالص والله. عندك العقارب هنا 5 nach 10 nach Viertel nach 20 nach، من اول هنا اللي هي الا 5 يعني 5 فوق، يبقى هنا 5 halb كذا وهنا 5 nach halb كذا، عادي سهله خالص. واللي في النص دي اللي هي الهالب، ومن اول هنا تبتدي بقى تعمل الفوق، يبقى الناخ لحد هنا والفوق لحد هنا، وهنا بتبقى 5 halb او هنا بتبقى 5 nach halb وهنا بتبقى halb، ما فيهاش اي حاجه سهله خالص. يبقى 20 فوق كذا 20 فوق كذا Viertel فوق كذا 10 فوق كذا 5 فوق كذا، ما فيهاش اي حاجه سهله خالص. حط رقم مثلا هنا، حط مثلا عرب على 5، يبقى 5 nach 5 10 nach 5 Viertel nach 5 20 nach 5. طيب هنا 5 halb الساعه اللي بعديها اللي هي 6، طب هنا halb 6، طب هنا 5 nach halb 6. بقت سهله وجميله خالص ما فيهاش اي حاجه. هنا بقى يا صديقي انا عملت لك ملخص جميل قوي ما بين الفورميل والانفورميل، كاتب لك كذا ساعه، وهنا كاتبها لك مره فورميل ومره انفورميل عشان دي سبوره تبقى تراجع منها براحتك، صورها زي ما انت عايز كده. طيب خلينا نشوفها مع بعض. والله عندك هنا الساعه 8:30، انا في الفورميل انا فاكر انا ببتدي بالساعات، لكن في الانفورميل غير رسمي ببتدي بالدقايق، وهنا مكان الدوبل بونكت النقطتين بقول كلمه اور، يبقى سهله خالص 8:30 يبقى 8:30. طيب هنا والله 8:30 يعني نص التسعه تبقى halb 9 زي جوتش اللي بعده. طيب 18:45 هنا هحول، قال لك لا انا هنا فورميل انا رسمي يبقى 18:45. طيب هنا لا والله ال 18 دي اللي هي الستة، يبقى دي 6:45 يعني 7 إلا ربع، يبقى فياتل فوا 7 زي جوتش. طيب هنا 22:15 يعني والله ايه الساعة 10:15، يبقى 22:15 مش بحول لكن هنا بنحول، والله هنا 10 وي ربع، يبقى فياتل ناخ 10. يا هير انت ليه ما قلتش 1000؟ اقول لك لا عشان دي ربع بعد مش ربع قبل، لو ربع قبل تقول الساعة اللي بعديها. طيب هنا والله الساعة 6:35 يبقى بقرأها زي ما هي 6:35، سهلة خالص خالص. طيب هنا بص بقى سهلها لك أكتر من الأول. هنا لو عندك 35 دايما قاعدة ثابتة، تقول 5 nach halb وتقول الساعة اللي بعديها، يبقى 6:35 5 nach halb 7. طب 7:35 يبقى 5 nach halb 8. طيب 9:35 يبقى 5 nach halb 10 وهكذا. طيب لو 25 برضه نفس الكلام، هتقول 5 vor halb وتقول برضه الساعة اللي بعديها، يبقى لو 25 والله 5 vor halb 7. طب 7:25 يبقى 5 vor halb 8 وهكذا. طيب هنا والله 21:25 يبقى 21 دي اللي هي ايه هنحول؟ لا هنا مش هنحول، احنا هنا فورميل، يبقى 21:25. طيب هنا لا هنا انا هحول، لقيت 25 قول 5 vor halb والساعه اللي بعديها 9 الساعه اللي بعديها ايه 10، يبقى على طول 5 vor halb 9. ما تتعبش نفسك انت كده خلاص برنس، بقيت تعرف تحلها في ثانيه.
طيب هنا والله الساعه 7 ودقيقتين زي ما قلت لك 7:02 بتقراها زي ما هي. طيب هنا والله لو عندك الساعه هنا 7 ودقيقتين هتقول 2 nach 7، لكن هنا بص انا كاتب لك ايه 7:58 لا حوالي الساعه 8، فتقدر بقى تقول ايه؟ تقدر تقول والله es ist 2 vor 8 ده دقيقتين قبل 8. ممكن تقول ايه es ist kurz vor 8 ده قريبه قوي من الاخ. والله es ist etwa 8 ده حوالي كده 8. والله es ist fast 8 ده يعني تقريبا كده 8. والله جيجن 8 حوالي 8. والله تسياكا 8 ده حوالي الساعه 8. وبكده يا صديقي نكون خلصنا مع بعض درس الساعة وشرحنا كل حاجة. يلا بقى يا صديقي عشان نلعب ونثبت الدرس، يلا بينا. اظن ان الساعة بقت تمام. بص يعني ايه اي حد يقابلك كده قول له فيش بيت اس اس ولا له الماني على طول. طب يلا نشوف. ده الساعة 12 إلا 5. يعني ايه إلا؟ والله إلا يعني فوق، يبقى 5 فوق 12 فين؟ زيبوت. طب يلا اللي بعده. والله دلوقتي أنا عندي الساعة 3 بالظبط، يبقى 3 Uhr. بص كل اللي هنا بيبقى سهل قوي لأن أنا قلت لك أصعب الحاجة، اللي أنا قلت لك ده عمرك ما تلاقي أصعب منه. معايا أحمد كامل بتاخد كل حاجة. طيب هنا والله دي الساعة دلوقتي هنا 3 إلا 10 إلا يعني فوق 10 يبقى 10 فوق 3. سهلة خالص. فين؟ 10 فوق 3. طب يلا اللي بعده. بص حاجات سهلة خالص. ده الساعة 10:30 يعني نص 11 خلصت من غير ما تعمل أي حاجة. أنت برنس. أنت برنس. طيب هنا بص بقى هنا 11 إيه؟ 25 يبقى تقول زي ما علمتك فن في فوق هلب والساعة اللي بعدين اللي هي 12 يبقى فن فوق هلب 12. بص حلتها في ثانية ما خدتش منك ثانية. ناس تانية بيقعدوا يعملوا ايه خريطة عشان يعرفوا يحلوا الحاجات دي. انت معايا احمد كامل برنس. يلا نخش نلعب. يا لهوي ده في كهف. ده في كهف يا صديقي متاهة. يلا بينا. احنا عايزين ايه؟ بيقول لك اسست 1000 اوه يعني الساعة 11. فين 1000؟ والله احنا هنا 1000 هنا 1000 هنا 1000. متنا يا صديقي. والله احنا هنا 1000 هنا 1000. اوعى تموت يا صديقي. اوعى تموت. ارجع اهو. اوعى هيجيبك. يا ابني انت مالك احمد كان لازم تكسب. ده انت تيجي تلعب مكاني بقى. يلا بينا نكمل لعب. بيقول لك استهل ب1000. هل ب1000 ده انا 10:30. فين 10:30؟ 10:30 يلا هياكلك يا ابني. ها الحمد لله احنا جامدين قوي. انا عايزك تقعد تنزل الحاجات دي وتقعد تلعب. انت تقعد تلعب بص باللغه كده تلعب بيها من كتر ما انت جامد. يلا بيقول لك استهل بزيبن. هل بزيبن يعني ايه؟ يعني نص الستة. فين نص الستة اهي؟ سهله اهي. اوعى هياكلك. استخبى هنا هيجيبوك يا تجري يا بالظبط. اديك موت. مش لاعب انا بطقمص انا قماص. يلا اللعبه غيرها. حلوه اللعبه دي. هنعمل ايه بقى؟ احنا رايحين فين؟ بيقول لك استنوين واتسين يعني الساعه 9:10. فين وقعت منك اهي 9:10 اهي 9:10 يا عم. انا عايز 9:10 يا عم. وبعدين بقى في الالعاب دي يلا. بيقول لك استفيه ده الساعه 4 اهي 4 اهي. اقفش ده احنا جامدين قوي. اوعى يا ابني. استأخت الساعه 8 اهي 8. اقفش 8. ده احنا جامدين قوي. بيقول لك الساعه استزيبن الساعه 7. اقفش 7. هنا بيقول لك استسين غايت الساعه 10:30 اهي. اقفش استدغاي فين في الساعه 3 و5. اقفش اهي ما جاتش. 3 و5 اقفش 3 و5. اقفش 3 و5 جبناه. احنا جامدين قوي. وبكده الحمد لله صديقي نكون خلصنا مع بعض النهارده درس الساعه. ودلوقتي انا واثق ان الدنيا بقت بالنسبه لك خلاص بقت لعبه عيال كده. تعرف تقول اي ساعه بسهوله جدا 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 وتعرف قدام اي حد معاك تبقى فارق عنه لانك برنس وخدت اعلى واجمد الافكار.
وحتى انت شفت الالعاب كلها حاجات بقت سهله بالنسبه لك ان انت فعلا بقيت برنس. ميعادنا بقى المره الجايه يا صديقي مع التخمباغافيربن، الا وهي الافعال المنفصله اللي بتودي اجيال وتجيب اجيال وفاكرينها صعبه، وهي مفيش اسهل منها طبعا مع هير احمد كامل. المره الجايه باذن الله هتعرف ان هي سهله كتير وهنحل عليها ونلعب ونعمل كل حاجه. يلا تشوسي.